اهلا وسهلا ومراجعه جديده وفيلم ولاد رزق الجزء الثالث. ده احنا اولاد رزق. فيلم ولاد رزق القاضية هو الجزء الثالث من سلسلة أفلام ولاد رزق اللي بدأت في 2015، وهو أكتر فيلم مصري منتظر في 2024. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج المخرج الكبير طارق العريان، ومن بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وسيد رجب ومحمد ممدوح واحمد الرفع. وبينضم معانا في الجزء ده علي صبحي اللي بيعوض غياب احمد الفيشاوي، وكمان احمد داوود، وبينضم كمان الفنان آسر ياسين لاول مره، بالاضافه الى مجموعه من ضيوف الشرف. هتكلم على الفيلم بدون حرق في كام نقطه انا كاتبهم، تحديدا تقريبا 10 نقط، عشان كده ممكن تلاقي عيني بتروح بس للنقط اللي انا كاتبها، وحاسس من اللي انا كاتبه انها تبقى اطول مراجعه في تاريخ القناه انا عملتها، وكمان المراجعه بتاعتنا هتكون بدون حرق. وده سبب اللي خلاني ما انزلش مراجعه الفيلم امبارح، لاني كنت داخله في اول حفله في مصر وكنت رايح مطبق وكده، فقلت لا انا لازم انام واصحى مركز قوي في المراجعه دي. الفيلم ده بيشارك في انتاجه لاول مره هيئه الترفيه السعوديه بقياده المستشار تركي آل الشيخ، ودي النقطه الاولى اللي انا حابب اتكلم عليها. هل ده عمل اضافه ولا لا؟ الاجابه بكل تاكيد طبعا عمل اضافه. السؤال الثاني، هل الموضوع زي ما تم ترويجه على السوشيال ميديا انها اضافه ترتقي للافلام الاجنبي ومشاركه ممثلين واجانب وهكذا وهكذا وهكذا؟ للاسف الاجابه هنا لا. اكتر حاجه مختلفه متهيالي ظهرت في الفيلم ده انها تنفيذ مشاهد الاكشن، لانها لاول مره تحسها مشاهد اكشن بجد مش تمثيل زي الافلام المصري اللي احنا متعودين عليها، تلاقي الضرب كده جاي من بعيد وبتاع وتحس ان الصوت متركب. لكن هنا لا، طبعا بيبان ان الضرب حقيقي جدا، وكمان في مشاهد سيكونس اكشن تنفيذها كان اكتر من رائع. النقطة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها هي إن أنا حاسس إن فكرة الفيلم كانت موجودة قبل ما المستشار تركي آل الشيخ يظهر في الصورة، لكنها توفقت عشان تخدم الفيلم. وكلامي هنا بخصوص المشاهد اللي اتصورت في السعودية، اللي هي رغم حلاوة المشاهد دي لكني حاسس إنهم بسبب دي الوقت ما استفادوش قوي من الموضوع زي ما كنت متصور، بس ده لا يقلل خالص من المجهود التقني اللي اتعمل هناك. وعايز أقدم كمان رسالة للسعودية والجمهور السعودي والمستشار تركي آل الشيخ بس في آخر الفيديو. النقطة الثالثة وهي الإنتاج، وطبعا مربوطة بالنقطة الأولى والنقطة الثانية. أكتر حاجة استفاد منها الفيلم ده من رأيي، لو أنت صانع أفلام هتاخد بالك منها، هي معدات الإنتاج كلها، من كاميرات، من صوت. يا جماعة أنا مش مصدق أخيرا إن في فيلم مصري الصوت فيه واضح وتقدر تسمعه. كنا دايما متميزين في الصورة، لكن الصوت دايما كان عندنا فيه مشاكل. الصوت في الفيلم ده من كتر نقائه تحس إن هو دوبلاج، وفضلت مركز كتير قوي عشان أتأكد إنه مش دوبلاج، وطلع فعلا إن هو مش دوبلاج، إنما معدات تسجيل صوت على أعلى مستوى. غير طبعا مستوى الصورة اللي مش هبالغ لو قلت إن ده أعلى كواليتي صورة أنا شفته في مصر. ومش ده بس، إنما تصميم عناصر الإنتاج كلها، البرودكشن ديزاين من ديكورات وغيره، كانت أكتر من رائعة، وإحنا في مصر بقالنا فترة متميزين جدا في النقطة دي. صلاح الجهيني ابهرني من الجزء الاول في طريقه السرد اللي كانت مختلفه جدا وجديده على السينما المصريه، بالبلوت تويست اللي في اخر القصه، وده للاسف كرره زي ما هو في الجزء الثاني لكنه عدى. لكن المره دي اتكررت وللمره الثالثه، نفس فكره ان حد يتخطف وهو اللي بيحكي، والمره دي كان احمد عز هو الراوي بتاعنا، نفس طريقه السرد هي بالظبط بالبلوت تويست في اخر القصه. ما انكرش ان المره دي كان فيها تجديد نوعا ما وفكره جديده هتعرفها اخر الفيلم، لكنه نفس طريقه السرد اللي بتمنى ما اشوفهاش في الجزء الرابع، عشان ممكن الموضوع يبوخ منهم لو شفناها تاني. وعشان ما اظلمش الفيلم برضو، في افلام بره زي فيلم ديد بول اللي بيتبع طريقه سرد معينه، كررها في الجزء الاول والجزء الثاني بنفس الطريقه، لكنه ما اعتقدش ان هو هيعملها في الجزء الثالث اللي هينزل قريب. بالمناسبه دي استنى سلسله فيديوهات كتير قوي عن مارفل وعن ديد بول خلال الفتره اللي جايه، عشان الفيلم بتاعهم قرب ينزل، فما تنساش اللايك والسبسكرايب. بس بصراحه عايز اقول ان صلاح الجهيني شاطر جدا جدا في بناء عالم ولاد رزق وفي الكونتينيوتي بتاعه العالم السينمائي، وده واضح قوي من ترابط الاجزاء ببعض، ومش سايب حاجه الا لو كان ليها مبرر درامي. وده مش سهل على كاتب السيناريو انه يكون واخد باله من كل التفاصيل والكونتينيوتي، خصوصا في افلام الاجزاء. وكلامي هنا بالذات عن مشهد نهايه الجزء الثاني اللي مرتبط جدا بالجزء ده، وما تمش اهماله زي ما ناس كتير بتعمل، حتى لو واضح انه تم تغيير في الخطه، ان شخصيه آسر ياسين كان المفروض يتم تقديمه كفيلن، ان هو مش حد هيساعد ولاد رزق، لكنه تم تبرير ده دراميا بصراحه وما تمش اهماله. ودي نقطة مهمة جدا للناس اللي بتتابع افلام الكوميك بوكس والسوبر هيروز وبتاخد بالها من التفاصيل زي حالتي. وده يقودنا للنقطة الخامسة، آسر ياسين وعلي صبحي. السؤال هنا المهم، هل هم اضافة ولا لا؟ الإجابة بلا شك هم اضافة.
هبدا الاول بشخصيه اسر ياسين اللي ظهرت معانا في اخر الجزء الثاني، وكان مقرر ان يكون ليها فيلم سبين اوف بين الجزء الثاني والجزء الثالث، لكن مش عارف ايه اللي حصل خلى الفيلم ده يقف انتاجه. لكن بكل تاكيد اتمنى اشوفه في عمل منفصل، عشان الشخصيه دي بصراحه متصممه كويس جدا. يا جماعه انا بحب اسر ياسين. شخصيه الشاب بصراحه كان ليها طله مختلفه، شخصيته بلبسه بشعره بنظراته بحركاته بضحكته، كل حاجه كانت جميله في الفيلم ده، واتمنى اشوفه تاني وتالت ورابع. علي صبحي بقى اللي في الجزء ده المفروض ان هو بيعوض غياب احمد الفيشاوي واحمد داوود زي ما انا قلت. الفيشاوي اللي تم تبرير غيابه في الفيلم بدون حرق، بس هو ممكن يرجع تاني، لكن داوود محدش جاب سيرته خالص جوه الفيلم، ودي حاجه بصراحه حاجه غريبه وسلبيه ومش عارف ليه. هو احنا ممكن ما نشوفوش تاني؟ ما عجبنيش برضو ان شخصيه كوري وشخصيه الشايب الاثنين تم تبرير وجودهم بنفس السبب، انهم هما الاثنين معاهم في المنطقه من زمان ومعاهم ان هما صغيرين. طيب طالما نعرفهم من زمان ليه ما سمعناش اي حاجه ليهم قبل كده؟ لكن بصراحه مش عايز اظلم اداء علي صبحي اللي انا بحبه جدا من اول ما شفته في مسلسل تحت الوصايه، لان الولد ده بصراحه عنده قدرات رهيبه رغم تشابه شخصيته مع الفيشاوي وداوود او شخصيه الكوميك ريليف يعني، لكنه بصراحه اداها ببصمه مختلفه ومميزه، واقدر اقول ان هو عوضهم بنسبه 80% تقريبا. وال 20% التانيين دي هو ملوش يد فيها، لان سببها هو ارتباطي الشخصي بداوود والفيشاوي كممثلين وشخصيات جوه عالم ولاد رزق. النقطة السادسة وهي التمثيل. في الجزء الثالث تمثيل احمد عز وعمرو يوسف وسيد رجب ما فيهوش اي مشاكل ومميزين جدا، وما فيش اي كلام يتقال، باستثناء تايسون اللي انا حاسه المره دي تعبان او مريض او مرهق شويه، ومش مصدر لي حاله الخبث وحاله الثعبانيه اللي كان عاملها بشكل اكتر من رائع في الجزء الاول والثاني، وخاصه الاول. عجبني برده في الجزء ده تمثيل احمد الرافعي جدا جدا، خصوصا في مشاهد النهايه، ومش عايز احرق بس الناس اللي شافت الفيلم هتفهم قصدي كويس، وبجد هو ممثل ممتاز واضافه كبيره للسوق المصري. كريم قاسم برده شخصيته المره دي فيها تطور نوعا ما وفيها تجديد، خصوصا في مشاهد الحركه. ضيوف الشرف بشكل عام وجودهم كان مميز باستثناء اسماء جلال، لان انا مش عارف هي ضيفه شرف ولا ممثله، بس انا حاسس ان دورها كان صغير شويه. بس لما فكرت قلت ان مشاهدها لو كانت كترت شويه كانت ممكن تبوخ، ومش مطلوب فعلا انها تظهر اكتر من كده، لانها هتشتتنا عن القصه الاساسيه اللي بتتحكي. وحاسس ان وجودها كان دعائي اكتر منه حاجه تانية، وعندي علامه استفهام كبيره على ندى موسى اللي اختفت برضه من قصتنا. النقطه السابعه مسميها كالمعتاد. كالمعتاد طارق العريان بيثبت يوم بعد يوم انه احسن مخرج افلام اكشن في مصر. كالمعتاد صلاح الجهيني بيثبت انه مؤلف كبير وعنده تجديد في طرق السرد والبلوت تويست والافكار. كالمعتاد تيمة العائله في ولاد رزق ناجحه. كالمعتاد الكوميديا لطيفه جدا في الفيلم. كالمعتاد في اغنيه شعبيه او مهرجان في الفيلم، بس للاسف دي حاجه سلبيه مش حاجه ايجابيه، واغنيه اصاله في الفيلم اللي فات كانت احلى بكتير عامه. كالمعتاد هشام نزيه، لا معلش نقف المره دي. للاسف 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 انا مستغرب ان المره دي ان موسيقى هشام نزيه حاسس ان ما كانش ليها بصمه، والماستر تراك او الموسيقى الاساسيه لاولاد رزق تقريبا ما اشتغلتش في الفيلم. يا جماعه التراك ده يعتبر بصمه ولاد رزق، بنشوف في افلام الافنجرز ليهم موسيقى معينه بتشتغل كل فيلم، حاسس المره دي ان بصمه هشام نزيه مش ظاهره، الموسيقى اقل بكتير مما تتوقعه من هشام نزيه، ودي حاجه ضايقتني وما تخيلتش ان اقول على هشام نزيه كده في يوم. واتمنى صناع العمل ياخدوا بالهم من النقطه دي في باقي السلسله، الموسيقى دي يا ريت تشتغل في كل الافلام بعد اذنكم. من الواضح بل من المؤكد ان احنا هنشوف ولاد رزق تالت، مش تالت بقى، رابع وخامس وممكن سادس. هل اتمنى اشوف ولاد رزق تاني؟ اكيد اتمنى بدون تفكير، لكني طالب يكون في تجديد في كذا عنصر، زي ما قلت اولها طريقه السرد، وكمان اضافه شخصيات جديده بعيده شويه عن الشخصيات اللي احنا شفناها في باقي الاجزاء، وحاسس ان مطلوب برضو شويه دراما زياده تبقى موجوده في الافلام اللي جايه، زي مثلا نقتل حد، نموت حد، ويا ريت تكون الشخصيه دي تكون شخصيه رئيسيه معانا، وده هيضيف عنصر تجديد وقوه كبيره جدا لو انت حابب تكمل في العالم ده. بتمنى كمان ان اشوف سبين اوفس من السلسله، بس بتمنى انها تتعمل في مسلسلات قصيره لا تتعدى ال6 حلقات على اي منصه، اكتر من ان انا اشوفها بتتعمل في فيلم، الا لو في قصه تبقى حلوه تتقدم في فيلم. وعندي افكار كتير بحكم متابعتي لافلام الكوميك بوكس، هحاول برضه اوصلها لصناع العمل. من رأيي دعاية الفيلم ضرته أكتر ما فادته، لأن الدعاية والهايب الكبير بيخلي الناس ترفع سقف توقعاتها قوي، ودي بتبقى مشكلة بتواجه حتى أكبر الأفلام في العالم، وأكبر مثال على ده فيلم دكتور سترينج إن ذا مالتيفيرس أوف مادنس. غير الإشاعات اللي طلعت من صناع الفيلم إن في ممثلين عالميين هيظهروا، وللأسف ما ظهروش، وده بيسبب إحباط كبير للناس، ممكن يخليهم ينزلوا بتقييمهم للفيلم حتى لو الفيلم حلو، واللي مزعلني إن الفيلم كده كده كان هيكسر الدنيا، وأنتوا مش محتاجين لده أصلا. في برضه حاجة مهمة قوي في نقطة الدعاية، ليه في مصر مش بنخبي حاجات في التريلر او الدعايه؟ ليه ما عندناش الثقافه دي؟ ليه ادخل الفيلم عارف ان اياد نصار وكريم عبد العزيز هيظهروا؟ انا لو كنت داخل الفيلم وما عنديش المعلومات دي كنت هتفاجئ اكتر بكتير، وكان هيفرق معايا قوي في تجربه المشاهده، والله كنت ممكن في المشهد الاخير اصوت في السينما زي ما بعمل في افلام مارفل اللي صورت فيلم كامل فيه 3 سبايدر مان، طول فتره التصوير كانوا بينكروا وبيكذبوا وبيقولوا ان مفيش 3 سبايدر مان، وشالوهم من التريلر وشالوهم من الدعايه وشالوهم من كل حاجه عشان بس يفاجئوا الناس. فنفسي في مصر نوصل للثقافه دي والنبي، وزي ما قلت الفيلم كده كده هينجح وهيكسر الدنيا، فانتوا مش محتاجين تعملوا ده.
اخيرا فيلم ولاد رزق فيلم حلو يرتقي الممتاز، وده رايي مبني انه في الاول وفي الاخر انك بتتكلم على فيلم كوميرشال، فيلم بوب كورن، مش فيلم فني. ودي مش حاجه تعيب الفيلم على فكره، لان دي الافلام اللي انا بميل ليها اكتر. راح وجه السينما متعه، وانا بصراحه استمتعت في الفيلم ده، صحيح بدرجات متفاوته ومش طول الفيلم، لكن الحاله العامه كانت كويسه. وهو اكيد احسن من الجزء الثاني بكتير اللي بصراحه ما عجبنيش قوي، لكنه مش احسن من الجزء الاول اللي برضه ليه معزه خاصه عندي، لكنه اكيد احسن من ناحيه الانتاج او البرودكشن ديزاين بشكل عام، ومجهود عام يشكر عليه كل صناع العمل اللي انا بديهم سقفه، عشان هم بصراحه عايزين يعملوا حاجه محترمه وجديده، ودي بالنسبه لي كفايه في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. اخيرا تقييمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضيه هو 8 من 10. فيلم حلو، فيلم يبسط الناس في العيد. ادخل الفيلم وقول لنا رايك في الكومنتات. سؤالي ليكم في الكومنتات، هل تتمنى تشوف عالم لولاد رزق وجزء رابع وسبين اوفس وكده ولا لا؟ ان شاء الله هنزل مراجعات عن باقي افلام العيد كلها، فما تنساش اللايك والسبسكرايب، وكمان يا ريت تعمل كومنت لان ده صدقني بيفرق وبيساعد قوي قوي قوي. وما تنساش كمان تدخل جروب الفيسبوك وتعمل لي فولو على الانستجرام. قبل ما اقفل الفيديو عايز اتكلم في حاجه مهمه جدا، وهو شكر خاص ورساله للسعوديه من شخص مصري حابب للفن وحابب للسينما. حابب اشكر المملكه العربيه السعوديه والمستشار تركي آل الشيخ تحديدا، بشكرهم على حبكم ودعمكم للفن المصري. شكر خاص للدعم المادي اللي اخده الفيلم ده، وللافلام المصريه اللي هتنزل قدام، لان ده مش اخر فيلم مصري هياخد دعم. شكر خاص للجمهور السعودي على الايرادات اللي بتجيبوها للافلام المصريه، اللي من غيرها كان زمان صناعه السينما عندنا شبه انتهت. ومش ببالغ في كلامي على فكره، السينما المصريه كانت رايحه في سكه وحشه خالص، لانها ما بتكسبش، خصوصا في المشاكل الاقتصاديه. الناس بطلت تدخل سينما تقريبا، والايرادات لما بتتحول بالدولار ما بتجيبش حق الانتاج. لكن بسبب السعوديه السينما المصريه رجعت في حاله انتعاش كبيره، خصوصا اخر سنتين. شكر خاص كمان لمنصه شاهد السعوديه، انها بتعمل لنا مسلسلات مصريه، وهي من احلى المسلسلات المصريه في اخر كام سنه. شكرا تاني وتالت ورابع لدعمكم وتقديركم للفن المصري، واللي ما يشوفش الكلام ده يبقى اعمى، واللي ما يشكرش يبقى جاحد. واتمنى ان شاء الله ان النجاح والتعاون ده يفضل مكمل طول ما احنا بنقدم فن محترم وفن نضيف. اشوفكم الفيديو اللي جاي ومراجعه فيلم اهل الكهف.